زي ما شيكابالا اتوقف 8 شهور يعني موسم يعني سنه كامله ضاعت من عمره لنفس الفعل بالظبط. وكانت كل التهمه وقتها انه زق الباب او اتكلم مع حد بشكل ما فيش سب ولا حاجه، ده قال له انت اهلاوي، ما اعرفش هي كانت ساعتها ليه اعتبرناها حاجه مسيئه، بس المهم يعني خلينا دلوقتي نقول ان نفس الموقف وفي انتظار رد الفعل السريع سواء اعلاميا او اداريا. يعني المشكله كمان ان حتى اعلاميا وقتها البرامج كلها يعني قطعت في شيكابالا وهجمته هجوم شديد، ونفس البرامج النهارده او غيرها من المراقبين لا عادي جدا، هو امام عمل ايه مفيش مشكله. موقفنا ملوش علاقه بالاشخاص، ليه علاقه بتكرار نفس الموقف من لاعب بنفس الطريقه بالظبط. تاني حاجه فكره احتفال فريقين بالدوري، ده برضه يعتبر استكمال للمشهد اللي كنا متوقعينه. يعني دوري بلا جماهير، دوري شركات، دوري بيحتفلوا بيه فرقتين، دوري كخه، دوري نوتي، دوري ما بيسمعش كلام بابا وماما، دوري ما بيذاكرش دروسه اول باول، دوري ما بيشربش لبن بالليل، ما بيغسلش اسنانه، ما بينامش النهارده في السرير وبيعمل حمام على نفسه. عجبنا وهنحتفل بيه. لو انت فاكر شويه الهبل ده كده انت ضيعت فرحتنا بالدوري. صياحك طرب. ما اعتقدش ان هو ده المستوى او يعني الدوري اللي تستحقه الكره المصريه ابدا يعني. فطبيعي كان يبقى في مشاهد زي دي ختاما للي حصل طول السنه من تراجع عن تطبيق لوائح، من اهدار لوائح، من تفصيل قرارات معينه بلا اي مبرر مقنع. اخيرا لقينا العميد ثروت سويلم بيدلي بتصريحات غريبه جدا، وكالعاده اعتدنا منه على التصريحات اللي بتثير الجدل. فالمشهد كله صراحه يعني مش انا شايف الحقيقه في بجاحه وبقت فجه جدا جدا وما لا يمكن السكوت عليها. وانا من مدرسه يا اما اعرف طبيعه الجيم وهلعبه بطريقتهم، وان انا اغير الواقع واشوف بقى الشأن الداخلي اللي ممكن يكون الناس بتتكلم عنه ده بيتغير ازاي وبيتقعد له فين بيتغير، والا هتبقى استمرار للمشاركه في المسرحيه. ده من وجهه نظري. المسرحيه 100 لا المسرحيه 20% مسرحيه ساقطه. تعيد تاني مش 100 ما ذاكرتش كويس. صياحك طرب انت كمان. وبعدين غير للاصابه، وتاني واحده مع بسيوني اللي كان لسه نازل. في الثانيه دي الاولى خليتني اقول لعلي اقعد. ما خلاص امام هيعمل اللي انا عايزه، وصل للجنب الشمال وبقى عمل كروس مره بشماله ومره بالخارجي. الاثنين الثانيه لما طلعت مش مظبوطه، وحسيت ان هو خلاص استهلك بدنيا ومشوار كبير، رغم ان امام من الناس اللي هو في الملعب يقول ان هو ما بيحبش بيطلع اقصى شيء بالنسبه له اكتر من الطاقه اللي عنده بكتير. صحيح. يعني حتى لو تعبان بيدوس على نفسه وبيعافر لاخر ثانيه. فهي دي كانت الفكره. فرجعت له تاني على الدكه، انت لازم هتنزل وعشان نعمل 1 2 3 هتبتدي من المكان ده هتعمل كذا. وكان رد فعله حاجه على قد اسم علي معلول، على قد المسؤوليه اللي كان فيها. والثانيه لقيته واقف على الخط بينزل وعمل لنا كروس واحد من الكروسات اللي كانت خطر. والحمد لله كسبنا وهو موجود معانا في ايوه طبعا. هو شخصيه كمان يعني بتحظى باحترام الجميع. عايز تعرف قيمه اللعيب؟ شوف اللعيب وهو خارج من النادي مش هو داخل النادي. معلول يا جماعه مظاهره حب جميله، لان معلول منذ وجيئه والشوارع سعيد وطرقاته سعيد والعصافير على اشجارها سعيده، حتى سميره كانت سعيده.